شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها مقطع فيديو من أحدث جلسة تصوير لها، ونشرت نرمين المقطع على حسابها الخاص موقع انستجرام، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير، وواجهت نرمين انتقادا شديدا بسبب وصف البعض لفستانها بأنه جريء ومكشوف وغير مناسب للشهر الكريم على حد وصف عدد من المتابعين. انهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: احنا في رمضان ربنا يهدينا، الأصفر عليك حلو بس مكشوف أكتر من اللازم، رمضان كريم ما شاء الله، الله يحميك ويحفظك، احنا في رمضان يا فنانة. يذكر أن الفنانة نرمين الفقي تشارك في رمضان 2024 بمسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منى فضالي، تامر عبد المنعم، وعدد آخر من الفنانين. شاركت الفنانة درة جمهورها بصور جديدة لها أطلت فيها بإطلالة رقيقة. ظهرت درة بإطلالة بملابس من الطراز التونسي تسمى البورنوس، وهو عبارة عن كاب تونسي باللون الموف المطرز بالذهبية على الكتف والصدر. يذكر أن آخر أعمال درة الدرامية حكاية أول السطر ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، الذي يقدم حكايات منفصلة وتتكون كل حكاية من 10 حلقات مقتبسة من أحداث حقيقية تتعلق بدور المرأة في المجتمع. حكاية أول السطر بطولة درة، عمر الشناوي، صالح عبد النبي، ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل. درة إبراهيم من مواليد 13 يناير 1980 المعروفة باسم درة، وهي ممثلة تونسية مقيمة في مصر، حاصلة على شهادات الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن أثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي.